من لبة تشعيثة ميلي عمن، من حيلة كيفة انتقل مردوثا، والقلب تشني طيرا هي أرعن دها بهاوض أم دقلتا المسرحية حشمة رخشة محوية عتيقوثة اتعمل وحبة مردوثة من قلب تشني واليومانا ويتنا تمعبث فرشانا مريما نايف على الأمتن وننقايوثة حيادة بينت بني أمتن طالتا إلى من مبقتا دملبانا صفاء بلحد كثوتا بيت بلبانا أفركادو وممثلانوثا ديالوبي ويالوبياتا ميرا منهل أليكا نواف مروان حسيب رامي عصام يوسف ضياء ميرون مهدي. من قلب التاريخ ولد شعبنا، من قوة الحجر خرجت ثقافتنا، ولآلاف السنين حافظنا على أرضنا. الآن نكون مع مسرحية رخشة الشعوب التي تحاكي عراقة شعبنا الكرداني السرياني الآشوري وحبه للثقافة منذ آلاف السنين وإلى اليوم، وكيف تؤثر التفرقة سلباً على مصيرنا وضرورة الوحدة فكرياً بين أبناء الشعب الواحد. فلنشاهد معا. شوفانا آسف لا تخيل سر مدرعة القام ديالوج بينها معه شكرا. بالتأكيد العلم والتطور أساس الحياة، وواجبنا أن نطور كل ما لدينا لكي ننشره في كل مكان. شلامة البني ملكوثي شينا وشلامة يا ملك بث نهرين، يا ملك الجهات الأربعة، لك الاحترام. أرى أنكم تتعلمون وتطورون قدراتكم. نعم أيها الملك العظيم، لنا الفخر أن نتعلم من مكتبتك ونضيف شيئا لها لتنشر للعالم كل ما هو عظيم ومفيد للإنسان. ليحيى ملكنا آشور باني فال ملك الجهات الأربعة، وأنت مؤسس المكتبة التي ستعطي للعالم كل شيء. بكم تحيا مملكتي وتتعظم، فمن آبائي ورثت العلم والمعرفة وقانون حمورابي والمدنية، وأنا من جمعته ليكون سهلا للذين يأتون من بعدي وينقلونه للأجيال التي من بعدهم. فالعلم والمعرفة هما أعظمون. شوقنا أخو بشلامة يعني كشيرة. شينا وشلامة ملكة شكرا. ابنتي ادرسي وتعلمي فأنت مستقبل أمتنا. شلام اللوخة. ما هذه الملابس التي في يدك؟ أريد أن أكون من الذين يدافعون عن بلداتنا وقرانا. وما حاجتنا لذلك؟ ولكن انظري إلى أخوتي، إنهم الأوائل في التعلم والأفضل، ويجب أن أكون مستعدا لحمايتهم من أي مكروه. هناك قوات هنا، فلا حاجة لي أن تشارك بأي شيء، كما أنني أخاف عليك من أي مكروه. ولكن انتهى النقاش في هذا الأمر ولن يحدث هذا أبدا. لا تحزن يا أخي، فأنا الآن أدرس لغتنا الحبيبة، وسأعمل كل ما بوسعي لكي أطورها، ومعا نعيد أمجادها، كما أننا جميعا متعلمون ونحافظ على ورث آبائنا بعلمنا ومعرفتنا.
ما زلتم لا تفهمونني. بالعلم وحده لا يستطيع الإنسان أن يتواصل. علينا أن نحمي قرانا وبلداتنا، فنحن جزء من هذا الوطن، ونحن ورثة أعظم الحضارات. علينا أن نحافظ على ما ورثناه. علينا أن نتعلم لغتنا السريانية لنطورها وننقلها إلى الأجيال القادمة حالها حال أي لغة أخرى في العالم، فهي هويتنا وتراثنا. كفى، نحن لغتنا كلدانية وليست السريانية. وثانيا، ما الفائدة من هذه اللغة؟ لا أحد يتكلم بها غيرنا. بل هي أقدم اللغات وأعظمها، وهناك الكثير نتعلمه بتعلمنا لغتنا. أضف إلى ذلك بأن أكبر الجامعات في العالم يدرسون لغتنا، وهناك المئات من الأجانب والشعوب الأخرى يدرسون ويتعلمون لغتنا، كما إنها اليوم اللغة الرسمية في بلدنا الحبيب. وسمها ما شئت، كلدانية، سريانية، آثورية، فهي نفس اللغة، ونحن شعب واحد، وهذه أرضنا وتاريخنا. كفى هذه التفاهات. أنا لن أبقى هنا، سأسافر إلى الغرب، فهناك هي حياة. ما الذي نفعله؟ خلاص. أمي، لقد تركونا لوحدنا. علينا أن نحمي أنفسنا من أي شيء، فنحن لسنا شعب معوق، نستطيع حماية أنفسنا. إذا كنت سمحت لي أن أكون عسكريا، هل تعتقدين بأنني قد أترك مكاني لهؤلاء الهجوميين لكي يهجموا عليكم؟ نعم يا بني أعلم هذا، ولكنني كنت خائفة عليك. عليكما جميعا أن توحدوا جهودكم، فما ورثنا من أجدادنا هو ثقل عظيم، علينا أن نحافظ عليه من أي قوات. سنعمل كل ما بوسعنا لحماية وجودنا في هذه الأرض المقدسة، فهي جزء من هويتنا. قوتنا في وحدتنا، وكل ما ورثناه هو أساس لنا، فعلى كل واحد منا أن يكمل الآخر. بلا لغتنا لا هوية لنا، وبدون أرضنا لا وجود لنا، وبلا ثقافتنا لن نستطيع الاستمرار. فلا حياة بالجهل، وبهويتنا المسيحية نحافظ على ثقافتنا وتطورنا. سأقاتل حتى الموت ليحميكم يا أخوتي، فليس هناك أحد يحمي أبناء شعبي أكثر من ابنهم. لنعمل معا وكل من مكانه لحماية وجودنا في أرض الآباء والأجداد. أنا فخورة بكم أبنائي، ليبارككم الرب ويحميكم من أي قوات. لا تسمحوا لأحد أن يفارق بينكما.